واخيرا بعد سنة كاملة من ان انا اشوف كل تفصيلة انتوا محتاجينها عشان تعرفوا تعملوا مشروع اونلاين خلصت، والكورس بقى جاهز وبقى اونلاين وممكن الناس تاخده دلوقتي. ايه هو كورس الدروب شيبينج وبيتكلم عن ايه وايه هو مميزاته فيرسز اي كورس تاني موجود في الشرق الاوسط؟ هتعرفوه في الفيديو ده، خليكم معانا. السلام عليكم، انا خالد رضوان. اللي اول مره يشوف القناه دي، بتكلم اكتر على التجاره الالكترونيه والدروب شيبينج، وبتكلم اكتر عن ازاي تقدر تعمل فلوس اونلاين وازاي يبقى عندك براند تقدر تصنعه وتبيعه في اي حته في العالم. باختصار شديد جدا، كلمه دروب شيبينج ناس كتير جدا بقت تسمعها وبقت متخيله ان الموضوع اصلا حاجه ميته، وبقت متخيله ان دي حاجه من الحاجات اللي الناس مش حابه انها اصلا تخش فيها عشان فاكرين انها نصبايه. طيب في الحقيقه هو الدروب شيبينج ما هو الا طريقه لتوصيل البضاعه. فكر فيها انت كده. النهارده لو انا واحد بتاجر في منتجات او منتج ايا كان ايه هو المنتج، المشكله بتبقى فين؟ في توصل المنتج ازاي، ولا المشكله بتبقى دايما في هل المنتج ده شغال ولا لا؟ فكر فيها بالطريقه دي. مهما كان في عدد بني ادمين بيتكلموا عن الموضوع اونلاين او بيتكلموا عنها على اليوتيوب او بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا، ايا كان البلاتفورم اللي بيتكلموا عليه، في الاخر الدروب شيبينج ده هو عباره عن توصيل البضاعه مش اكتر. اكنك بتقول بالظبط توصيل البضاعه بالموتوسيكل مات، مفيش حاجه اسمها كده. فهي دي بالظبط المثال اللي انا نفسي الناس تقدر انها تفهمه ونفسي الناس انها تقتنع بيه. ومن اول فيديو عملته بحاول ان انا ابين لكم بالتفصيل الناس ممكن تكون بتضحك عليكم ازاي، او الناس ممكن تكون بتتكلم على الموضوع ده وتبيع لكم اي حاجه وخلاص ازاي، وايه الفرق ما بين الصح والغلط. يعني مثال، عمرك ما هتلاقيني بتكلم في فيديو انا بعمل كام، عمرك ما هتلاقيني عمال بوريك عربيه انا ماشي بيها فيراري ولا ايا كان ايه هو نوع الموديل العربيه، لان هو دي الطريقه اللي بيخلوا الناس عايزين بس يشوفوا الفلوس وخلاص. انا بشرح لكم تجاره، بشرح لكم بيزنس. لو انت مهتم تعرفه اكيد هتقدر تعرفه من هنا من على السوشيال ميديا. لو انت مهتم تخش فيه محتاج صبر، محتاج مجهود، محتاج انك تذاكر كويس. مشروع زي اي مشروع، ومفيش اي بني ادم يقولك انا اضمن لك النجاح 100% واضمن لك تعمل $1,000,000 في اول سنه يبقى بني ادم صادق. مستحيل. ده مشروع، انا بعلمك المشروع بس كده. لو انت مقتنع بده، لو انت فاهم ده كويس، لو انت عارف انك بعد ما هتاخد الكورس مثلا او تاخد اي كورس ايا كان، زيها اكنك داخل كليه بالظبط. انت بتذاكر حاجه وربنا يوفقك بعديها، هي كده بالظبط. بتذاكر مجال معين مش كل الناس فاهماه ومش كل الناس بتتكلم فيه بطريقه معينه، وانت بتختار تسمع مين مريحك في الكلام وتبدا تشتغل بيه. لو انت مقتنع بده او خلاص فهمتي الموضوع نفسه انا بتكلم في ايه، نبدا بقى نخش على الكورس. نبدا بقى ان احنا نخش ونفهم ايه اللي حاصل دلوقتي في الكورس، وايه الحاجات اللي انا بقدمها لك في الكورس ده بتاع الدروب شيبينج، او ازاي تقدر تعمل براند اونلاين. اولا انا بقالي 5 سنين بشتغل في الدروب شيبينج او بعمل براندز اونلاين وببيعها في كذا دوله في العالم. طيب الفكره هنا في ايه بقى؟ النهارده معظم الكورسات اللي انا شفتها او انا خدتها بتعلم حاجات معينه في الدروب شيبينج انا كنت حاسس انها مش موجوده ساعه ما عملت فعلا المشروع بايدي. يعني ايه؟ يعني في حاجات كتير كنت حاسس انها مستخبيه، او تولز معينه تتحط في الكورس تساعدني ان انا اوصل لحاجه معينه، او كنت بشوف مثلا ان في خطوات المفروض تحصل قبل خطوات معينه وانا بعمل مشروع دروب شيبينج او انا بعمل براند اونلاين. فحاولت بقدر الامكان، وبقالي فتره بشتغل على الكورس ده، بقالي اكتر من 9 أو 10 شهور، وحتى هتلاقوا في الكورس نفسه لو حد اخذ الكورس هتلاقوا التواريخ اللي انا بتكلم فيها. 9 شهور 10 شهور ببني الكورس حته حته، موديول وسبجكت، وكل سبجكت منهم بتكلم فيه بالتفصيل على ازاي تاخد الموضوع ده وتخلصه للاخر خطوه بخطوه. ومع كل كورس، وهوريكم دلوقتي ازاي، مع كل كورس او كل سبجكت بتلاقي ان في اكسل فايلز بتساعدك تعمل حاجه في السبجكت ده، في لينكات معينه بتخش عليها عشان تعمل الخطوه دي دلوقتي، وهكذا. بتقدر ان انت خطوه بخطوه تفهم المشروع ده بيتم ازاي، وشارح لك بالتفصيل الموضوع ده بيتكلم عن ايه. وقبل اي حاجه، وقبل ما حد اصلا ياخد الكورس، هيلاقي ان في فيديو على الويب سايت نفسه بيقول ايه متطلبات انك تشرح او انك تعمل كورس زي ده او انك تاخد كورس زي ده. يعني مثلا لازم يبقى معاك كريدت كارد، لان الديبت كارد حاليا موقوفه. لازم يكون معاك كريدت كارد، وهتوظف ال $250 دول على شهرين. فمن غير ما اطول في المقدمه، تعالى اوريكم الكورس ده بيتكلم عن ايه وبيشرح ايه بالظبط، وايه هي المميزات فيه فيرسز اي كورس تاني انت ممكن تاخده في الشرق الاوسط. يلا بينا. اول حاجه خليني اوريكم سريعا بس ده الاكسل فايل البدائيه اللي انا بداتها من اكتر من سنه، اللي بقول فيها انا هتكلم عن ايه بالظبط.
فانا هشرح في موديول 1A، موديول 2A. طب في كل موديول السبجكت بتكلم فيه عن ايه بالظبط، وهل هو خلص ولا لا، وايه اللينكات او الريفيرلز اللي انتوا محتاجينها بالظبط عشان تساعدكم تخلصوا الخطوه دي. طب ايه الحاجات اللي اتصورت وايه الحاجات اللي ما اتصورتش، ايه الحاجات اللي تراجع عليها بعد التصوير ولا لا. فالموضوع اخد مني فتره كبيره جدا الصراحه، واخد مني مجهود. فانا كنت حبيت بس اوريكم ان الكورس فيه كميه تفاصيل مش موجوده في اي كورس تاني في الشرق الاوسط. طيب تعالوا اوريكم بقى الويب سايت نفسه. الويب سايت انا عملته عشان يقدر يشيل كم عدد الفيديوهات دي. النهارده تاني زي ما انا بقول الكورس ده متكون من حوالي 30 او 32 فيديو. ال 32 فيديو دول ماشيين ستيب باي ستيب. طيب دي الهوم بيج نفسها. النهارده الهوم بيج دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على ايه الحاجات الاساسيه اللي انت هتكتسبها بعد ما تاخد الكورس ده او بعد ما تشترك في الكورس ده. طيب اول حاجه الكورس ده HD فيديو. يعني ايه؟ انت عندك 8 موديولز، كل موديول متصور ب HD فيديو بطريقه معينه. كل الكورس هتلاقيه ايه؟ 80-90% من الكورس هتلاقيني انا صورتي صغيره جدا تحت على اليمين زي ما انتم مثلا شايفين دلوقتي على اليوتيوب، وبعمل شير السكرين كل حاجه انا بعملها خطوه بخطوه. دي اول حاجه HD فيديو. تاني حاجه ريفرشد كونتنت. يعني ايه ريفرشد كونتنت؟ يعني الدروب شيبينج او الاي كوميرس عامه او شوبيفاي او كل الشركات دي بيحصل عليها ابديتس كل فتره. فمعنى ان انت معاك الكورس مش معنى ان انت مثلا بعديها ب6 شهور انك هتشتغل بنفس الحاجات. في حاجات كتير جدا ممكن تتغير. هتلاقوني بعمل لها فيديوهات زي ما بعمل فيديو دلوقتي، بعمل لها ابلود اكسكلوسيف للكورس نفسه، لان اكيد لازم في الاخر اميز الناس اللي هي واخده الكورس على الناس اللي بتكلم معاها على اليوتيوب. ففي الاخر كل فتره هتلاقوني بنزل على الكورس ده فيديوهات ليها علاقه بالترند اللي حاصل دلوقتي في الاي كوميرس بزنس عامه. ثالث حاجه اكسكلوسيف اكسس. يعني ايه اكسكلوسيف اكسس؟ يعني انت النهارده هيبقى عندك اكسس لحاجات معينه مش موجوده عند حد تاني نهائي. فكل حاجه عشان تساعدك توصل للحاجه اللي انت عايزها او توصل ان انت تعمل المشروع اللي انت عايزه هتلاقيها موجوده في الكورس ده. طيب ايه تاني؟ سوفت وير اند تولز. النهارده في كذا سوفت وير لازم تستخدمه عشان تساعدك تبني الشوبيفاي ستور بتاعك، او عشان تساعدك ان انت تعرف ايه احسن طريقه تشحن بيها بضاعتك، او عشان تساعدك انك تعرف الكومبيتيشن بيشتغل ازاي او بيكسب قد ايه، او ايه احسن اعلان. كل التولز دي او الحاجات اللي هي بتساعدك تبني البيزنس بتاعك وتعمل بيزنس موديل صح للمنتج بتاعك هتلاقوها موجوده في الكورس. مايند سيت بروجرامينج، ودي الحاجه رقم 5. وطبعا دي حاجه من الحاجات اللي هي ناس ممكن تضحك عليها شويه، بس هو في الاخر لو انت او انتي ما حطيتوش في دماغكم ان دي حاجه عايزه مجهود ولازم تاخد لها ساعه او ساعتين في اليوم تقعد تذاكر لها وتسمع في الكورس وتطبق واحده واحده، تاكد مليون في الميه انك هتفشل لو ما عملتش كده. لكن لو اديته مجهود وصدقت فيه زي اي مشروع تاني ربنا ان شاء الله هيكرمك او هيكرمك فيه، لانك فعلا لازم تتاكدي ان دي حاجه من الحاجات اللي محتاجه صبر ومحتاجه تشتغل عليها كويس وتبقى متاكد ان كل خطوه بتعملها ماشيه صح. وده اللي انا بشرحه بالظبط في الكورس، وبقول لكم بالخطوات ايه اللي المفروض يتعمل بالتفصيل. اخر حاجه ستيب باي ستيب جايد تو سكسيد. النهارده الكورس ده ابقى بضحك عليكم لو قلت لكم ان اول ما تاخد الكورس انت هتبقى مليونير. مستحيل، مفيش حد يقول كده. لكن لو انت خدت خطوه بخطوه الكورس وشفت انا بقول ايه وما فوتش ولا فيديو واستخدمت اللينكات اللي انا بقولها واخدت كل اكسل فايل مثلا وطبقت زي ما انا بطبق، فرصه انك تعمل مشروع ناجح فرصه كبيره جدا جدا جدا. وطبعا الارزاق بايد ربنا، ده رزق ومحدش يقدر يقول ان هو يضمن نجاح بني ادم. في ناس بتتخرج من كليات عالميه وفي الاخر يعني رزقها ان هي ما تلاقيش شغلانه في المكان اللي هي كانت عايزه تشتغل فيه، ما تعرفش. لكن في الاخر دي وسيله ممكن تنجحك او وسيله ممكن تتعلمها وتبني بيها مستقبل او مصدر رزق زياده او يبقى مصدر رزق اساسي ليك او ليكي. طيب فدي دول ال6 حاجات اللي انت هتستفيدهم او ال6 حاجات اللي انت هتطلع بيهم من الكورس نفسه. خليني بقى اشرح لكم اكتر عن الكورس نفسه او اشرح لكم بس الموديولز نفسها ممكن تبقى عامله ازاي. نبدا بقى نخش على الباك اند بتاع الكورس. دي طبعا مش دي الحاجه اللي انتوا هتشوفوها، انا هوريكم بالظبط انتوا هتشوفوا الكورس عامل ازاي، بس انا حبيت ان انا اوريكم الشغل اللي انا عملته. الكورس ده فيه ايه بالظبط؟ النهارده ده ويب سايت اسمه تيتشابل ده عباره عن بلاتفورم بيساعد الناس انها تحط الكورسات بتاعتها ليها، على عكس يوديمي وعلى عكس كورسيرا او المنتور او اي حاجه من الكلام ده. انت بتصور وهم بيرفعوا عندهم الكورس. ده ويب سايت بيساعدك انت تعمل الكورس بتاعك الشخصي. ويوديمي في الاخر وكورسيرا دي بتبقى كورسات مختلفه تماما. طيب هنا انا بوريك ان كل موديول فيه كذا فيديو. انا هديكم مثال بسيط جدا. فمثلا لو دخلنا على مثلا انترودكشن، ده اول موديول وده اول فيديو. ايه اللي فيه هنا؟ هتلاقوني هنا في فيديو موجود اللي هو الفيديو اللي بيشرح الانترودكشن عن الكورس نفسه. دي اول حاجه هتلاقيها وهو الاتش دي فيديو. تاني حاجه هتلاقيها ان انا حاطط لكم PDF او برزنتيشن عشان لو حد حابب ان هو يقرا البرزنتيشن نفسها وهو بيسمع الفيديو يقدر يعمل كده.
وهي موجوده بخطوات عشان لو حد مركزش قوي مثلا في الفيديو وحب ان هو يقراها يقدر ان هو يعمل كده. هتلاقوا الكلام زي ما هو مشروح في الفيديو زي ما هو بالظبط مشروح في البي دي اف. البي دي اف مش موجوده طبعا في كل الموديولز وكل السبجكتس، هي موجوده بس في الحاجات اللي هي محتاجه يكون معاك بي دي اف عشان تفهم الموضوع اكتر. ثالث حاجه ان تحت تكست اند ايمجز اللي هي الحته اللي تحت البي دي اف حاطط لكم اللينك اللي انتوا محتاجينه في السبجكت ده. يعني هتلاقوا في كل كورس في لينكات مختلفه، وهتلاقوا في كل سبجكت في لينكات مختلفه او اكسل فايل مثلا او اي حاجه اللي هي هتساعدك انك تبدا ان انت تمشي معايا خطوه بخطوه في الكورس ده. فالكورس متكون من 8 موديولز، كل موديول فيه موديولز فيها فيديوهين 5 7 حسب ايه هو الموديول. تعالوا اوريكم بقى ايه هي الموديولز اللي موجوده حاليا بعد ما عرفنا كل موديول بيبقى متكون عامل ازاي. اول موديول هو انترودكشن او ويلكم تو ذا فيوتشر، اللي هو ده المستقبل بتاعك. فاللي انا عايز اقوله في الاخر ايه هنا، ان دي حاجه فعلا بدايه لحاجه جديده هتلاقي 95% من الناس اللي حواليك مش فاهمينها، فبالتالي هيبقى عندك انت الميزه انك ممكن تعمل مشروع ناجح ان شاء الله لو ربنا كرمك فيه واتبعت الخطوات خطوه بخطوه. طيب اول موديول بشرح فيه ايه هو الدروب شيبينج بطريقه انت ما سمعتهاش قبل كده. كل الناس بتتكلم على الدروب شيبينج ان هو حاجه بتعمل فلوس وخلاص. هنا انا بجيب لك اصل الدروب شيبينج بدا ازاي، والدليل ان هو دي حاجه عمرها ما هتموت، لان دي تجاره ودي وسيله توصيل مش اكتر. تاني موديول بيتكلم على اليت برودكت ريسيرش. يعني ايه؟ يعني ازاي تلاقي احسن منتج تقدر انت تبيعه. الحته دي بقى مهمه جدا. انا مش بقول لك المنتجات دي حلوه وخلاص. والحته دي برضه يا جماعه انا عايز اقول حاجه، في ناس كتير قوي بتبعت لي ايه رايك في المنتج ده. مفيش منتج ما بيتباعش. لو انت جيت تبعت لحد حاجه وبيقول لك ايه رايك في المنتج ده وقلت لك ده كويس قوي، تبقى غلطان. لازم في كذا حاجه تبقى معموله عشان تختار منتج. هنا انا بشرح بالتفصيل ازاي تختار المنتج، تفرق نفسك ازاي ما بينك وما بين حد تاني، الجروس مارجن او البروفيت او الربح بتاعك من المنتج ده المفروض يكون عامل ازاي، الكومبيتيشن نفسها عامله ازاي، وتقيمها. لانك في الاخر ما ينفعش تقول المنتج ده حلو وخلاص. انت بتذاكر الكلام ده وبتعمل برودكت ريسيرش بطريقه صح وبتعملها بطريقه ساينتفك. يعني ايه؟ بتبدا تحدد ايه المنتج اللي هتكسب منه فعلا بانهي طريقه، كومبيتيشن عامله ازاي، تقدر ان انت ساعتها تبقى مستريح نفسيا وانت بتختار ده. بعد ما طبعا طلعت بحوالي 20 30 منتج انت شايف ان هم دول مربحين او شايف ان هم هيجيبوا فلوس كويسه، بنبدا نختار واحد منهم اللي هنبدا بيه المشروع بتاعنا. فالموضوع مش بس اللي هو منتج وخلاص. ثالث موديول وهو ازاي تلاقي السبلاير للمنتج ده. والموديول ده برده مهم جدا لان مش حاجه بسيطه قوي انك تلاقي مورد عنده المنتج. الناس كتير جدا او موردين كتير قوي في الصين عندهم نفس المنتج اللي انت بتدور عليه، بس ازاي تختار احسن واحد وتتكلم معاه ازاي وتفهمه ان انت مين، دي مهمه قوي. لان في الاخر المصنع ده انت حياتك في ايده، فبالتالي لازم يكون عندك كذا مصنع تقدر تاخد منه نفس الكواليتي، وهل تقدر تغير في الكواليتي بتاعت المنتج ده ولا لا. كل ده برده مشروح في الموديول ده، وبرده البي دي اف موجوده وهتلاقوا فيه كذا لينك بيساعدك على حاجه زي دي. رابع موديول وهو الموديول طبعا ناس كتير قوي بتبقى عايزه انها تفهم عنه اكتر، ده موديول سيتنج اب يور بزنس، اللي هو تعمل البيمنت جيت واي ازاي، يبقى عندك شركه ازاي، باي بال، وايز، بايونير اللي لسه هعمل عليها فيديو كمان. يعني بايونير ده ما كنتش هعمل عليه فيديو بس هعمل ابديتد ريفرشد كونتنت على بايونير عشان لو وايز فيه مشاكل واحطها في الكورس. طيب النهارده ده مش السبب الرئيسي اللي انا ببيع فيه الكورس. بمعنى ايه؟ ناس كتير جدا بتبقى حابه انها تبيع الموضوع ده لوحده. انا بقول لك انا لما بدات السوشيال ميديا انا ما كنتش حابب اعمل ده يا جماعه. انا عشان ابين لكم الدليل لحاجه زي دي، ان مش دي اهم حاجه في الكورس. امريكا والبلاد دي كلها لما تيجي بتشتغل في الدروب شيبينج دي اخر حاجه بيفكروا فيها. هل انت متخيل ان كل الناس اللي عايشه بره اللي دخلوا في الدروب شيبينج نجحوا؟ لا طبعا. ليه؟ لان الموضوع كله في التسويق، مش الموضوع في البيمنت جيت واي. هل موضوع البيمنت جيت واي او بوابات الدفع هل هي حاجه صعبه؟ طبعا صعبه جدا، بس انا بشرح لك هنا بالتفصيل ازاي تعملها، وبقول لك وانا بعمل شير سكرين ازاي تعملها خطوه بخطوه، وشارحها برضو على اليوتيوب بس في الكورس شارحها بتفاصيل اكتر. فانت لو بتاخد الكورس عشان بس بوابات الدفع، يعني انا بقول لك ما تاخدوش، لان الموضوع مش في بوابات الدفع. كتير جدا 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 ناس بعتت لي بتقول لي انا عملت بوابات الدفع خلاص وعملت الستور ومش ببيع حاجه. ليه؟ لان في الاخر ما اهتمش بالتسويق الصح وازاي يختار منتج صح وسبلاير صح وحاجات تانية كتير قوي ملهاش علاقه بالموضوع ده. لكن هنا في الموديول الرابع انا بشرح البيمنت جيت واي بتتعمل ازاي، والبيزنس نفسه بيتعمل ازاي، وازاي يبقى عندك شركه، كل ما هو يتعلق باقامه او انشاء شركه. الموديول الخامس وده موديول مهم قوي هو البراندنج. يعني ايه؟ يعني اللي هو انت ازاي بقى تعمل براند بتاعك بقى. عندك حاجه من اتنين، يا اما هتكمل بدروب شيبينج وده مش مشروع سستينبل خالص، يعني انت بتقعد تعمل دروب شيبينج لفتره معينه تتاكد ان المنتج ده شغال كويس، وبعد كده تبدا تعمل له بقى براند، تبدا تعمل له الباكجنج
البراندنج بتاعه وتبدا تعمل حاجات كتير ليه. هنا بشرح لك البراندنج بيتعمل ازاي، وبقدر في الموديول ده ابين لك او بديك امثله عن براندز تانية الناس لما بتشتريها بتبقى بتشتريها ليه. الموديول السادس وهو شوبيفاي ستور كريشن، والموديول ده فيه طبعا حاجات كتير جدا، واهمها حاجه اسمها ازاي يبقى عندك لاندنج بيج صح. يعني ايه؟ يعني ازاي يبقى عندك لاندنج بيج او برودكت بيج اللي هو البني ادم لما يجي يخش على الصفحه دي يقدر فعلا ان هو يشتري المنتج. ساعات دايما احنا كتير جدا بنحس ان احنا لما نيجي نعمل ستور ان هو يبقى احسن ستور في الدنيا، لان احنا اول مره نكون بنعمله وحاجه جديده بالنسبه لنا، وبيبقى حقيقي شايفين ان هو ستور او شوبيفاي ستور او متجر الكتروني شكله حلو، لكن محدش بيشتري حاجه. ليه؟ لان في الاخر احنا ساعات بننسى ان في بني ادم ورا الشاشه دي بيحس وبيفكر وبيشتغل، وواحده مثلا عندها اولاد، ولا مش عارف واحد مش فاضي دلوقتي او بيبص على حاجه وعايز يعمل، فهو في بني ادم ورا الشاشه اللي بيشتري المنتج اللي انت عارضه. فايه الحاجات اللي انت محتاج تحطها في الويب سايت وفي الستور ده يخليه ما يطلعش بره الصفحه دي ويشتري في ساعتها، او لو طلع يبقى برضه لسه بيفكر ويقدر يخش تاني ويشتري. ده ساينس يا جماعه، علم. يعني ايه علم؟ اللي هو ازاي توبتمايز اللاندنج بيج، وايه الحاجات الاساسيه اللي محتاجه انها تكون موجوده في البرودكت بيج بتاعتك عشان بني ادم يشتري. وبديكوا امثله عن ويب سايتس كتير قوي عالميه بتحط حاجات معينه عشان تضمن ان البني ادم اللي اشترى ده تعلي احتماليه ان هو بدل ما يكون زائر يبقى مشتري. الموديول السابع وهو بيتكلم عن دروب شيبينج فيرسس كرييتنج ا براند، يعني ازاي تفضل مكمل دروب شيبينج وتستخدم ازاي سي جي دروب شيبينج، وازاي يبقى عندك بقى براند وتصنع بره، وازاي يبقى عندك مخازن في امريكا او في اوروبا او في اي مكان في العالم، والعقود بيبقى شكلها عامل ازاي وبتتكلم معاهم ازاي، وحاجات تانية كتير جدا ليها علاقة بان انت يبقى عندك خلاص بقى براند وعندك بقى بضاعة وعندك ستوك وبتدفع ايجار مخزن ومشروع كامل 100%، وبتبيعه وبتوصله في خلال يوم او يومين بدل ما بتوصله مع الدروب شيبينج في 10 ايام 7 ايام 12 يوم وهكذا. الموديول الثامن وهو بقى طبعا ده الموديول الكبير اللي هو الفول ماركتنج بلان، ازاي بتعملها. النهارده هتقولوا لي ازاي اعمل اورجانيك ماركتنج بلان، ازاي اعلن على تيك توك. كل ده كلام ممكن طبعا يعمل كونفرجن، لكن في الاخر خلينا نتكلم علميا ايه المكان او البلاتفورم اللي فعلا بيجيب فلوس. فيسبوك وانستجرام بكل صراحه. ليه؟ النهارده تيك توك معظم الناس اللي بره في امريكا هم من 16 ل 23 سنه، القوه الشرائيه بتاعتهم بتاعت الناس دي اقل مليون مره للقوه الشرائيه للناس اللي موجوده على فيسبوك وانستجرام. عشان كده ما زالت فيسبوك وانستجرام محافظه على المكانه بتاعتها في حته الادز او الاعلانات. ده اكتر مكان الناس بتشتري فيه حاجه. تيك توك ممكن يكون مش اكتر مكان الناس بتشتري فيه. طبعا بدا الموضوع ينتشر وبدا الموضوع يبقى اكبر بكتير، بس ما تعتمدش على الاورجانيك ريتش. يعني مش الاس اي او اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن او الاورجانيك ماركتنج هو اللي هيجيب لك الفلوس. بيجيب بس على المدى البعيد وصعب جدا. انا هنا بشرح لك بالتفصيل ازاي تعمل ايميل ماركتنج كامبين، ازاي تعمل فيسبوك ادز، امتى توقف اعلان، امتى ما توقفش اعلان، امتى تكمل في الاعلان، امتى تزود بادجت، ازاي تعمل تيستنج للاودينس ده او للناس دي، ازاي تعمل تيستنج للاعلان بتاعك، ازاي تعمل اعلان اصلا. كل ده انا شارحه لك في الموديول ده بالتفصيل وخطوه بخطوه عشان انت ما تتوهش. وطبعا مع كل فيديو هتلاقي فيه اللينكس بتاعتها، هتلاقي فيه اكسل فايلز بتساعدك تقول لك ايه هي الماتريكس او الميجرمنتس، او لما اعلان مثلا على فيسبوك يعدي رقم معين، سي بي سي يعدي رقم معين. طبعا كل الابريفيشنز او اللي هو مصطلحات الكلمات حاططها لك برده هنا، قايل لك مثلا يعني ايه سي بي سي، يعني ايه كل كلمه فيسبوك بيتكلم بيها او الابريفيشن او اللغه بتاعت فيسبوك، عشان تبقى انت فاهم فيسبوك بيتكلم ازاي وتقدر تحسب او ايه الكرايتيريا والميجرمنت اللي انت بتحسبها عشان تعمل اعلان كويس. شرحها لك بالتفصيل في الموديول ده. قبل طبعا ما اتكلم اكتر يعني هتلاقوا برضو في حته في سبجكت اللي هو ميتا ادفانسد، ده بقى بحكي لك فيه بالتفصيل تعمل ايه اللي هو بعد بقى ما تبدا تعمل الاعلان بتاعك، توقف الاعلان امتى وتزوده امتى وتحط بادجت زياده امتى وتلغي اعلان تماما امتى، والادسن ده شغال ولا مش شغال، وكل ما انت ممكن تكون متخيل على فيسبوك موجود في الموديول ده. كل فتره هتلاقوني بنزل فيديو على الكورس نفسه ريفرشد كونتنت، سواء بنزله على اليوتيوب او هنا. في الاخر لازم احط على الكورس ده حاجات اكسكلوسيف عشان اقدر اميز الناس اللي اخدت فعلا الكورس عن السوشيال ميديا، وهفضل برضو انزل فيديوهات على السوشيال ميديا وهفضل اساعد الناس بقدر الامكان. لكن في الاخر اكيد الحاجات الاساسيه هبدا ان انا اهتم بيها اكتر هنا. ده كده الاوفرول فيو عن الكورس نفسه، والكورس ده بيتكلم عن ايه وموجود فيه ايه بالظبط، عشان لو اي حد حابب ان هو يفهم اكتر. واهم حاجه لما تخشوا على الويب سايت اللي هو www.ecomorkofficial.com، لما تيجي تخش على الويب سايت هتلاقي فيه فيديو في صفحه الكورسز. يعني ايه؟ تعالوا اوريكم. لما تيجي تخش على كورسز
هتلاقي ان انت هنا بقول لك ايه watch this video first. يعني ايه؟ في فيديو هنا لازم تتفرج عليه. ليه؟ اخر حاجه انا عايز اعملها ان انا ادي لك كورس واخليك تدفع فلوس كورس، وما يبقاش عندك المتطلبات الطبيعيه بتاعه واحد عايز يخش مشروع دروب شيبينج او يعمل براند اونلاين، لان معظم الناس بتعمل كده فعلا للاسف. فانا مش هدخل جنيه جيبي حرام. لازم انت في الاخر تبقى عارف بالتفصيل انت المفروض يكون معاك ايه، سواء بقى باسبور، فلوس قد ايه، راس مال، ايا كان هتعرفه في الفيديو ده، لان ده بيشرح بالظبط ايه اللي المفروض يبقى معاك عشان تقدر انك تعمل مشروع دروب شيبينج، او ما تجيش في نص المشروع كل حاجه تقف منك. فده اتفرجوا عليه الاول قبل ما تاخدوا الكورس، عشان في الاخر ده مهم جدا. اخر بقى حاجه ناس بتسالها كتير جدا، قد ايه راس المال؟ راس المال يا جماعه ممكن يكون من $500 ل $1000 في مشروع الدروب شيبينج. نقدر نستخدم الكريدت كارد ال $250 دي على شهرين، نقدر نوظفها صح، مفيهاش اي مشكله. هنضطر بس نتعب شويه في حته الديزاين، او ان احنا ما نخليش حد يعمل لنا مثلا الستور كرييشن او ايا كان الحاجه اللي هنعملها. نقدر ان احنا مثلا نستغل كانفا ان احنا نعمل شويه سوشيال ميديا ايكونز عشان على الفيسبوك بيج بتاعتنا والانستجرام بيج بتاعتنا بتاعت اللي هي المنتج بتاعنا. في حاجات كتير جدا ممكن نعملها، فمش ده الموضوع. بس ان شاء الله ساعه بقى ما يبدا ان شاء الله يجي ربح، نقدر بقى ان احنا نستخدم وايز او بايونير، بان احنا ندفع للسبلايرز او ندفع لفيسبوك، بحيث ان احنا ما نستخدمش الكريدت كارد تاني، وتبقى المشروع بيدور نفسه، وتقدر تحط فلوسك بعد كده في البنك المحلي بتاعك بالطريقه برضو اللي انا بشرحها فيها بالكورس. كده انا شرحت كل حاجه ليها علاقه بالكورس. يا رب ان شاء الله يفيد اكبر عدد من الناس. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس. السلام عليكم.